السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. معكم فيديو جديد النهاردة من قناتكم حكاية الكنز، والفيديو هيكون عن الدرهم الإماراتي والأسئلة اللي دايرة في عقول الناس كلها. إيه الدرهم الإماراتي النادر جدا والتاريخ اللي مطلوب؟ بس قبل ما نبدأ الفيديو، اللي لسه مشتركش في القناة ينزل دلوقتي يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة، ولايكات بقى. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا كده سريعا بعد الانترو. ورجعنا لكم تاني، ومعانا الدرهم الإماراتي. معظم الناس معاها عملات كتير جدا فضية، بس مش عارفة تفرزها ازاي. عشان تعرف تفرز العملات تابع معايا على القناة كل الفيديوهات، عشان تعرف ايه العملات اللي مطلوبة والنادرة جدا وكم يصل سعرها. تمام. انت معاك دلوقتي من الدرهم الاماراتي كتير جدا. طيب، في ناس تبعت تسألني تقولي مثلا درهم 2007 ودرهم تسعينات وسبعينات وتمانينات. طيب، اللي مطلوب ايه بالظبط؟ عشان محدش يسأل على الدرهم الاماراتي كتير، واللي معاه تاريخ يعرف ايه اللي مطلوب بالظبط. مبدئيا، الدرهم الاماراتي التاريخ النادر جدا الذي يصل سعره حاليا في الاسواق الى 10,000 جنيه مصري. التاريخ هو 1986. كل يركز للتاريخ ده كتير جدا. 1986 ميلادي. تمام. طيب، في حد هيقول لي أنا معايا 1973 وده تاريخ أقدم من 1986. هقول لك ما تتعاملش مع العملات بتواريخ آدمية. في حاجات تمشي بتاريخ قديم، وفي حاجات تمشي بتاريخ أجدد منها، وده يسمى تاريخ خطأ سك. خطأ السك 1986 هو تاريخ خطأ سك. تمام. لكن 1973 ده في منه إصدارات كتير جدا، لكن 1986 بيكون في منه كمية قليلة جدا، وده الذي يسمى تاريخ خطأ سك. تمام. فاللي معاه درهم إماراتي كتير يفرز الحاجات ديت ويطلع. لو لقيت تاريخ 1986 الدرهم ده يصل سعره إلى 10,000 جنيه مصري. أهو بيكون الشكل ده كده أهو. تمام. بس 1986. محدش يتعب نفسه على الفاضي ويقول أنا معايا 73 أو حاجات تسعينات أو حاجات ألفينات. الحاجات ديت مش مطلوبة كتير جدا بسبب إنها متوفرة في الأسواق كتير. طيب، أنا لقيت معايا تاريخ 1986، أنا هبيعه إزاي؟ أنت معاك أكتر من طريقة. أكتر من طريقة إزاي؟ ممكن تكتب على القناة إنك معاك التاريخ اللي هو 1986. في حد هيعوز يشتريه هيتواصل معاك وهيشتريه منك. طيب، في طريقة تانية، في طريقة تانية، وفي طريقة تالتة. خلينا نمسك الطريقة التانية، وهي تطبيق أوليكس. تطبيق أوليكس أصبح تطبيق جميل جدا، تقدر تبيع من عليه أي حاجة، وتقدر تبيع من عليه كمان عملاتك. هتصور العملات اللي معاك وتعمل إعلان على أوليكس
وتكتب بيانات اي عملة معاك، وتسيب رقم تليفونك بحيث ان اي حد هيشوف الاعلان بتاعك هيتواصل معاك من خلال رقم تليفون. تمام. في كمان جروبات الفيسبوك. فيسبوك فيه اكتر من جروب للعملات القديمة في مصر. ادخل وانضم للجروبات دي، وصور برضو العملات اللي معاك واكتب بياناتها بالظبط، واعمل اعلان على الجروبات دي. تمام. ورقم برضو التليفون بحيث ان اي حد يشوف الاعلان بتاعك هيتواصل معاك. طيب انا دلوقتي معايا عملة من العملات النوادر، اكتب سعر ليها على الاعلان ولا ما اكتبش؟ مادام عملة نادرة ما تكتبش ليها سعر، والسعر يجيلك تقييمات، وده الاحسن. واضح كده؟ العملات النادرة ما تكتبش سعر، والسعر يجيلك تقييمات انك هتدخل وهتعمل مزاد على العملة. يا ريت اللي استفاد من الفيديو متنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.